الحالي يا كابتن فواز لاعب نادي المقاولون العرب السابق والكره الليبيه والمنتخب الاطول. كابتن فلاني مش عايز اقول برحب بيك لان الظهريه بلدك، التوفيقيه والظهريه واحد، بنرحب بيك بنشكرك، كان ليك دور مهم جدا في الحدث الاستثنائي اللي احنا فيه. شكرا يا كابتن جيراني بنيابه عن الشباب الظهريه كلها، كلمتك في التنظيم والحدث والشباب الظهريه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا مش هطول عليكم، انا بعتبر نفسي انا مش ضيف، انا من بلدي، يعني من الظهريه، دي بلدي واهلي، وانا في اي مكان في تل الباروده وفي محافظه البحيره بعتبرها بلدي. انا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني يعني. فالظهريه بالنسبه لي هي بلدي، وانا متشرف بيكم جدا في اي مكان ممكن اكون متواجد فيه، والحدث ما شاء الله حاجه تفرح يعني، وان شاء الله باذن الله تتكرر كتير جدا الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا. كابتن محمد الجيلاني من عالم تاني، وعايزين رساله من مركز شباب الظهريه من حضرتك توصلها لمحمد صلاح، تقول له ايه؟ يلا انا في الملعب. اقول له طبعا الناس كلها طبعا ما شاء الله طلعت بالطموح كده للناس كلها، والناس دلوقتي كل تفكيرها ان هي تبقى في مكانه زي محمد صلاح، وعندنا نماذج كتير جدا في الدوري، لعيبه بدات من ملعب تراب زي ده، وبدات ما شاء الله دلوقتي حاليا بنشوف منتخب مصر، وما شاء الله يعني بيلعبوا على التراب، وان شاء الله ان شاء الله خلي عندك امل في ربنا كبير سبحانه وتعالى وحقق اللي في دماغك، وان شاء الله يتحقق. لو انت حطيت في دماغك انك توصل لحاجه معينه ان شاء الله باللي تبقى موجود فيها باذن الله ان شاء الله. شكرا. ونشكر حضرتك شكرا جزيلا الكابتن محمد الجيلاني، الكابتن احمد جحفر، الكابتن جمال حمزه، الكابتن احمد عيد عبد الملك، الكابتن معتصم سالم، الكابتن حسام حسن. هيا بنا نلعب، هيا بنا نستمتع، هيا بنا الى نجوم كره القدم الشعبيه في مركز شباب الظهريه البحراويه بإصلاح عظمه برعايه الدكتور محمد كمال عصران، عامل اعصار في نهائي كرنفالي اسطوري في نهائي الدوره الرمضانيه بين فريقين اصدقاء ابو العز حاتم وفريق الظهريه اصحاب الارض والجمهور النهارده. هيا